هنايا عندي واحد 300 غرام ديال الخيزو اللي غنحكوه في الحكاكه على هذا الشكل هكايا كما كتشوفوا. وغناخذ واحد الليمونه اللي غادي هذا نحكها القشره ديالها وغنحتفظ بها لان نحتاجها من بعد. هنايا عندي 100 غرام ديال الكركاع اللي نقطعوا واحد القطع ما تكون صغيره، المهم تكون متوسطه، ما تكون صغيره ما تكون كبيره، على هذا الشكل هكايا. وغناخذ هاد الكوزه هذه وغنحك غير الربع ديالها. المهم غناخذ هاد الكركاع والكوزه وغنضيفهم الجزر اللي حكيت، وغنضيف ليهم واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. المهم غادي نحاول نخلط مزيان هاد العناصر باش كاع خيزو يتشرب هادوك المقادير اللي زدنا عليه القرفه وكوزه والكركاع. المهم نساجم العناصر كلها تنسجم مع بعضياتها مزيان صافي. وغنخليه جانبا وغندوز لحاجه اخرى. المهم هنايا في هذا البول غادي ندير الدقيق. هنايا عندي 120 غرام ديال الدقيق عادي وعندي 120 غرام ديال دقيق شوفان. نتوما تقدروا ديروا اي دقيق بغيتو. صافي هنايا عندي واحد قبصه تاع الملحه وغندير واحد نصف ملعقه ديال بيكربونات صودا كما كتشوفوا معايا. هذه راه فيها نص معلقه نيشان ديال بيكربونات الصودا. تقدروا نتوما ديروا هذاك بيكن باودر. صافي وكنخلطوا الخليط مزيان وكنخليوه حتى هو جانبا. في بول اخر غندير 4 البيضات تكون على درجه حراره المطبخ، وغندير 120 غرام السكر. انا درت 120، تقدروا نتوما ديروا حتى 150 غرام حيت انا ما تنبغيش حلاوه بزاف، تقدروا ديروا حتى 150 غرام تاع السكر. غادي نطرب هذا الخليط هذا واحد 5 دقائق حتى نشوفوه على هذا الشكل يكون مايل البياض بحال هكايا. صافي وغادي نزيدوا ليه. المهم دابا عندي كلشي موجود، الخليط خيزو موجود والدقيق موجود والبيض موجود. غادي ناخذ دقيق غادي نزيدو على الخليط تاع البيض صافي. وغادي نخلطو حتى هو واحد شويه. نخلطوه بحال هكا صافي. وغادي نزيد ليه دابا في هذه المرحله غنزيد هذا الخليط ديال الخيزو صافي. نخلطوه حتى هو حتى ينسجم مزيان العناصر كلشي ينسجم مع بعضياتها. غير هو في هذه المرحله ما خصناش نخلطوه بزاف، نخلطوه غير حتى تنسجم العناصر ونحبسو، لان كيكه الجزر ما كتبغيش هي تبقى تخلطيها بزاف. صافي اليوم نخلطوه حتى كنسجم العناصر صافي وكنحبسوه بحال هذا الشكل هكا. المهم هنا هذا المول كنوجدوه على اتساع. هو اول حاجه وجدت كندهنو بالزبده وكندير ليه بارشمنت بيبر صافي وكنغلف به المول ديالي صافي. المهم كان دابا غنخوي الخليط تاعي في هذه الاثناء. درت الفران كيسخن على 180 درجه. المهم هاد الكيكه ما كتبغيش طيب في شي درجه عاليه، تقدروا ديروا من بين 160 على حسب الفران تاعكم واش سخون كيسخن بزاف ولا لا. من بين 160 حتى 180 من الاحسن ديروها على 160 هكاك الا كان الفران سخون بزاف. الا ما كانش كيسخن بزاف ديروه على 180. المهم كل واحد وفرانو. انا تقريبا كتاخذ معايا هذيك 50 دقيقه 45-50 دقيقه. المهم في هذه الاثناء هذه غادي نحضر لاكريم اللي غنديروه من الفوق. المهم انا هاد لاكريم ما تنزيدش ليه السكر والزبده، وهذا هو اصلا كيدار بالزبده وكيتسمى الايسين، كيدار بالزبده والسكر سكر كلاصي. وهذا انا كناخذ المهم انا خديت فيلادلفيا كما شفتوا. تقدروا تاخذوا اي كريم اي جبن كريمي عندكم، زدت له معلقه السكر. نتوما تقدروا تزيدوا ليه حتى 2 المعالق تاع السكر حيت انا ما كنبغيش حلاوه بزاف. المهم صافي غنطربوا هكايا وغندخلوا للثلاجه بلا ما طيب ليا الكيكه.
المهم هذه هي الكيكه ملي من بعد ما طبت كتجي على هذا الشكل هكايا. المهم خدات معايا تقريبا 50 دقيقه. وهذيك الليمونه اللي قلت لكم غنحتاجها من بعد، المهم ما غاديش نلوحها، خديت القشور تاعها لي زيست ودابا غنعصرها وغادي نسقي بها الكاروت كيك. المهم هاد المرحله هذه تقدروا هي اختياريه، بغيتو هذاك تعصروا تشربوه نتوما شربوه. المهم انا فضلت اول مره نديرها. المهم هي الكيكه راه كتجي مزيانه بلا داك العصير. انا اول مره كنسقيها بهكا بهاد شويه العصير ديال الليمون اللي بقى ليا، اما هي راه كتجي مزيانه بلا عصير، بلا ما ديروا لها عصير. هذا كيبقى غير اختياري. انا بقات ليا الليمونه صافي وبغيتها تضيع وقلت اللهم في الكيكه. المهم هنا الكيكه تاعي ملي خليتها تبرد مزيان، تبردات مزيان، عاد درت لها الكريم هذا جبته من الثلاجه. والمهم دابا كنحاول نديكوريها هكايا. المهم هذا التزيين ديال الكيك كيبقى اختياري، ديروه نتوما كيما عجبكم. تقدروا تقسموها على جوج، ديروا الكريم من الوسط ومن الفوق. المهم انا كل مره كيفاش كندير لها، مره كنقسمها على جوج، مره كندير غير من الفوق. دابا درتو غير من الفوق وصافي. هذا شويه خيزو حتى هو زينت به الجوانب. تقدروا نتوما الا عندكم الكركاع تقدروا تهرمشوه وديروه من الجوانب حتى هو كيجي زوين. المهم التزيين كيبقى اختياري. انا عجبني هذا نزينها بحال بهذا الشكل هكا. ومن الفوق غندير هاد محلى التمر، هاد دايت السيروب اللي شفتو معايا، غنحاول نديرو من الفوق بحال هكا على شكل خطوط. نتوما زينوها كما بغيتو صافي. وانا خد الموس وغادي نبقى ندير خطوط بحال هكا بحال شكل ملفوي. المهم الكيكه ديالي كتجي على هذا الشكل هكايا. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم، والتزيين تاعي حتى هو ينال الاعجاب تاعكم.